تعرف ايه عن امساكية شهر رمضان وليه اسمها الامساكية؟ استنوا بس، تعالى انا اقول لكم ليه اسمها كده. اسمها الامساكية لان الصايم من خلالها بيعرف امتى يمسك عن الاكل من طلوع الشمس لحد غروب الشمس. واتعرفت امساكية شهر رمضان المبارك في عهد محمد علي باشا سنة 1262، واتطبعت اول امساكية بمطبعة بولاق، كانت على ورقة صفراء مزخرفة، عرضها 27 سنتي وطولها 14 سنتي، وكان اسمها أمسكية ولي النعم، ومطبوع عليها كمان صورة محمد علي باشا. ده غير ان كان فرض انها تتوزع على الدواوين الحكومية علشان يعرفوا مواعيدهم ومواعيد الصلاة ومواعيد اللي هيفطروا فيها واللي هيمسكوا فيها عن الأكل. وبعد وفاة محمد علي باشا موضوع الأمساكية ده ما انتهاش، بالعكس ده اتطور زيادة، وبقوا رجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية بيطبعوا أمساكيات شهر رمضان كنوع من الدعاية لمحلاتهم التجارية. وكانت أول أمساكية لأصحاب المحلات التجارية ورجال الأعمال كانت لمطبعة تمثال النهضة المصرية. ومن بعد المطبعة قام رجل الأعمال داوود عدس، وده كان يهودي الأصل، بطباعة أمساكية شهر رمضان كدعاية لسلسلة محلاته التجارية. ومع الوقت بدأت تتطور أمساكية شهر رمضان، وبدأوا يدخلوا فيها بعض الآيات القرآنية وأذكار الصباح والمساء بجانب مواعيد ومواقيت الصلاة. ده مش بس كده، ده بدأت تتطور أكتر ويدخلوا فيها الفوتوشوب ويستخدموها في الدعاية الانتخابية كمان. عرفتوا بقى الأمساكية ليه اسمها الأمساكية وتاريخ تطور الأمساكية؟ وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.